ضربه بالجزمه. انا في عرضك وطي صوتك. وطي صوتك، بقول لك ضربه بالجزمه. في عرضك وطي صوتك، ابوس ايدك. والله العظيم انا ضارب الراجل ده بالجزمه، الراجل اللي قاعد هناك ده ضربه بالجزمه على دماغ اللي جابوه. احنا مصر وربنا، احنا مصر، فاهم؟ لا تقول لي ديالو ولا تقول لي دوي ولا تقول لي الواد موندي ده 100 مليون. 100 مليون ايه يا راجل؟ ده انا ما ادفعش فيه 5 جنيه يا راجل. ايه ده؟ ايه ده؟ النهارده الرجاله خلوه بقى فعلا. لو لايبزيج طلب 100 مليون بعد ماتش النهارده، في 75% سيل نزل على الراجل. يا باشا فتوح الراجل شمر الشورت وضرب العشوه التمام، نزل يا باشا خلاص. يا راجل ده اللي كان بيقول مصر هتكسب 1-0 بالعافيه بجول لطش، كان بيتقال له يا راجل ده انت متفائل. مبدئيا منتخب مصر نزل النهارده بتشكيله دفاعيه زي ما كله كان متوقع. ان انت دي الماتشات اللي انت بتحب تلعبها، اللي كابتن حسام كان مبسوط، او كابتن حسام بيحب يلعب السيناريوهات الماتشات اللي بالشكل ده. فكله كان شايف ان انت دفاعيا هتبقى الموضوع كويس وان انت ممكن تقدر تقفل. بس الفكره ان ما كانش حد متخيل ايه الخطه اللي احنا بانيينها او رسمينها لسيناريو التحولات، اللي هو لما الكره بقى ناخد الكره، فاهم؟ لما يتكرموا وناخد الكره منهم ونقدر ان احنا نقطعها، احنا بقى يا ترى هنروح بقى نعمل ايه بيها عشان نقدر ان احنا نعمل ايه؟ نجيب اجوان. فسبحان الله كابتن حسام بيرد على هذا السؤال في اول 3 دقائق. ليه بقى؟ لانه قال لك انا ملاعب امام عاشور عشان كده. احنا عمليه طلوعنا بالكره للحاله الهجوميه مبنيه على امام عاشور. بص، امام عاشور يا جدعان عامل ماتش. الراجل ده لو بدنيا عنده 30% زياده او 20% زياده كمان، ما اعرفش كان عمل ايه تاني عشان يقدر منتخب مصر في اول 3 دقائق من كوره بيقدر حمدي فتحي انه يقطعها في نص الملعب بضغط خرافي وعالمي. حمدي فتحي ومروان عطيه اللي عملوا ماتش تاريخي وهنجيلهم دلوقتي في الحاله الدفاعيه. بيقدر منتخب مصر ان هو يسجل هدف بعد ما امام عاشور بيديها لمرموش، ومرموش بيحطك 1-0 في سيناريو مفيش مصري ولا افريقي ولا عربي ولا اي حد عايش في اي حته كان متوقع ان انت ممكن تنزل قدام كوت ديفوار في اول دقيقتين وتبقى 1-0 عشان المنتخب المصري يقدر ان هو يتقدم 1-0. سيناريو مصر كان ايه والله بعد الجون؟ ان احنا زي ما احنا راجعين ورا، احنا بنعتمد على امام عاشور وعلى عمر مرموش في ان هو كان بياخد الكره ويطلع يعني مثلا في كره طلع فيها في وسط 7، فخد الكره كده وفي وسط 7 طلع فضل يجري. كان عامل ماتش كمان خرافي. لكن في الحاله الدفاعيه بقى اللي كابتن حسام كان بيعول عليها او باني خطته، احنا ازاي هندافع قدام منتخب كوت ديفوار. منتخب كوت ديفوار طبعا زي ما انت غالبا عارف ميزته او اعتماده على كورتين او 3 كور. الكره الاولى هو تجميع اللعب في ناحيه محمد هاني او الناحيه بتاعه ديومندي دي، ويقدر ان هو ينقل الكوره بكره قطريه او دايجونال بول لحد هناك توصل لحد ديالو، فيتحط في موقف 1 لواحد يقدر ان هو يتصرف ويخش يحط جول. دي كوره. ازاي بقى كابتن حسام حسن قدر يتعامل مع الكره دي؟ كابتن حسام حسن قرر ان هو لازم يخلق موقف 2 على 1 دايما على ديومندي. فهتبص ان دايما محمد هاني ما كانش بيدافع لوحده في ولا كوره، دايما بيرحل معاه مروان عطيه موجود معاه في الحاله الدفاعيه، فالاثنين كانوا بيبقوا على ديومندي. فالراجل ما كانش بيقدر ان هو يعدي، لانه لو عدى من واحد التاني كان بيخش يعمل تاكلينج وياخدها منه. فانت قفلت الكوره دي خالص تقريبا، بان خلاص انت حاطط الراجل في موقف 2 على 1، فكل ما بيستلم في 2 عليه. الكره الثانيه بقى اللي كوت ديفوار كان بينزل معتمد عليها بشكل كبير جدا، وهي الكوره عارف انت العرضيه اللي على الارض، اللي هو بيرمي الكوره على ناحيه الباك الشمال بتاعهم كونان وناحيه ديومندي دي، ويبدا ان هو يلعب الكوره بالعرض ارضيه يعني لبره، عشان تلاقي مين؟ فرانك سي، تلاقي سنجاري، تلاقي المهاجم بتاعهم ساقط، تلاقي اي حد في الحته الفاضيه دي ويقدر ان هو يستغلها بشكل كويس. لكن كابتن حسام حسن الصراحه في اول تلت ساعه كان باين ان احنا الحته دي فيها مشكله، في كذا كره اتلعبت ارضيه، لو في واحد بس موجود على قوس ال 18 كور اجوان. فعشان حسام حسن يقرر بعد ما لقى المنظر ده في اول تلت ساعه ان انا لا مش هينفعني الكلام ده، فيخلي امام عاشور يبدا ان هو يرجع دايما، وهتلاقيه في كل كره تقريبا موجود في الحته دي عشان يبدا ان هو ينظف الكور دي وهي بتتلعب من بدري عشان ما تسببش خطوره. يعني بتبص الشوط الاولاني والله بعد الجون الثاني اللي هنجيله دلوقتي، انت قادر ان انت تخلي كوت ديفوار ما عندهاش اي نفس هجومي. غير كده كمان ناحيه عماد ديالو، زي ما انت بتخلق موقف 2 على 1 دايما على ديومندي، الناحيه الثانيه عماد ديالو دايما في نفس موقف ال2 على 1، لان مروان عطيه او لان حمدي فتحي كان هو اللي بيروح يرحل مع فتوح اللي عمل ماتش ممتاز. سيبك من الجون مش غلطه فتوح ابدا، هي غلطه الشناوي من الاخر يعني،
بس زي ما قلت لك فتوح كان عامل ماتش خيالي على عماد ديالو. عماد ديالو خده في كرة في الاول اللي هي تقريبا الكرة الوحيده اللي قدر عماد ديالو يتوفر في موقف 1-1. فكان زي ما قلت لك احتجت ان انت امام عاشور هو بقى اللي يرجع يغطي في الحته دي عشان يغطي قلب الملعب ويمنع تقدم كيسيه او سنجاري بتاع ده ان هم يتقدموا في ال 18 وتبقى الكوره اخطر او يبقى لكوت ديفوار متنفس تاني. التك بقى الوحيده اللي فضلت هي كانت في العرضيات. منتخب كوت ديفوار اي عرضيه انت بتحط ايدك على قلبك. الجولين بتاعهم اصلا من اخطاء، من عندك اخطاء ساذجه جدا. غير كده اصلا انت مش قادر تتعامل معاهم في العرضيات بشكل امثل، فكانوا مسببين خطوره ورعب في اي كره عرضيه بيعملوها. لكن منتخب مصر على طول بيدق على الحديد، النتيجه 1-0 وانت لسه منتخب كوت ديفوار مش فايق. بيخش طبعا كابتن محمد صلاح. انا عايز بقى اشتم بقى، يلا قول بقى، قول صلاح ما بيعرفش يلعب كوره بقى، يلا قول يلا، ها قول بقى ان وصلاح يطلع من الملعب وصلاح مش عارف ايه. صلاح ايا كان مستواه ده لازم يفضل قاعد في الملعب، لان هي دي ميزه الراجل. غير ان النهارده سيبك من حسمه، هو كان كاداء في الملعب كان مميز جدا، احسن ماتش ليه في البطوله تقريبا. الراجل ما بيفقدش الكوره، الراجل الكوره بتوصل له انت عارف انت هتاخد منها اوت او هيقدر انه يلم اتنين زي الكورتين اللي اداهم على الاطراف. لو عندك بس حد بس عنده بجنيه كوره وبجنيه فهم يعني مكان هاني وخد الكوره اللي ملعوبه له كان قطم لجوه ودخل بيها. لكن طبعا هاني خدها لبره في موقف غريب ولعب برده واحده لفتوح وقدر ان هو يعمل لك كذا تمريره. والوحيد اللي انت عارف ان الكره اما هتوصل له انت كسبان منها حاجه. سيخش يرفع عرضيه على راس رامي ربيعه بيحط جون تاني براسيه في اخر حته في الجون، النتيجه بتبقى 2-0. يعني خلاص انت الناس كلها ما كانتش مصدقه اللي بتتفرج عليه. انت مش كسبان 2-0 لانك رحت بكورتين لاتش مثلا وديت انك تخطف، لا انت كسبان 2-0 عشان انت فعلا على ارض الملعب احسن بكتير وفي فرق شاسع وواضح بين ادائك واداء منتخب كوت ديفوار اللي انت خطفته في كورتين. انت فعلا قادر ان انت تستغل كل فرصك الماتش ده، مش زي الماتشات اللي فاتت الفرصه اللي بتجيلك انت قادر انك تحط جول. لكن بتيجي بقى لقطه الهدف الاول لكوت ديفوار، الهدف اللي رجعهم في الماتش. الهدف ده لو ما كانش دخل مصر كانت ممكن زعلت كوت ديفوار كمان في الشوط الثاني وقدرت انك تروح عليهم بهجمات اكتر وتسجل اجوان اكتر. لكن الجون الثاني الجون الاولاني عفوا لمنتخب كوت ديفوار اللي قدر انه يرجع الفرق ثاني ويرجع نفسه في الماتش كان جون ساذج بكل معنى الكلمه، سواء من الفاول بتاع امام عاشور اللي هو اصلا انا شايفه مش فاول مع ان كان ممكن تتجنبها يعني الغشيمه اللي هو دخلها دي مع ان هي اصلا شايفها ما تحسبش فاول عادي يعني تعدي، فالكره بتتحسب فاول وبتتلعب عرضيه كومبو. يعني غلطات بقى اي حد واقف كان بيغلط. الشناوي ما تفهمش الكره معديه من ايده، مش عارف الدفاع كله مرصوص رصه غريبه ما تفهمش مين ماسك مين ولا مين بيعمل ايه. فتح الكره جاله طبعا الراجل جاي مندفع فبيحطها في نفسه وبتبقى النتيجه 2-1. عشان كوت ديفوار طبعا بين الشوطين جالهم ادرينالين رشه او جرعه ادرينالين كبيره ان احنا دلوقتي نازلين الشوط الثاني نتيجه 2-1 احنا بنبدا ان احنا نرجع وننزل الشوط الثاني بقى نضغط وممكن نقدر ان احنا نتعادل. لكن برضه في الشوط الثاني منتخب كوت ديفوار لما بينزل فعلا بيبان ان هو اتضغط من اول الشوط الثاني، قادر ان هو يضغط اكتر ويقدر ان هو يمسك الكره اكتر. وكده كده كوت ديفوار انت استحواذك 30%، انت مش عايز كوره. احنا مش هنلعب، احنا بص احنا مش عايزين الكوره، خليها معاك يا باشا، خليها معاك، لان احنا فعلا عندنا مشكله في التحضير. فانت طول ما الكوره مش معانا احنا مش هنغلط في التحضير بالكوره، فالكوره مش هتقطع مننا، احنا مش هيتضغط علينا جامد فيبدا ان احنا نغلط غلطات في الدفاع بسبب ان الثلاث مدافعين ما بيلعبوش كوره، يعني مش ما بيلعبوش كوره يعني ما بيقدروش يبنوا لعب يعني. فانت هتتجنب كل ده ونقدر ان احنا نستغل مرتدات. فكوت ديفوار بيفضل في الاستحواذ بتاعه في الشوط الثاني، لكن بيقرر امام عاشور في كوره ثانيه برضه بيقدر ان هو ياخد ويقطع في نص ملعب ويدي باص بوش رجله عنب. الراجل مدي الباص بوش رجله لصلاح وصلاح فينش اعنب من العنب بوش رجله الشمال برضه بيحط الهدف الثالث. انت اكيد منتخب كوت ديفوار حرفيا لو تشوفوا بعد الجون الثالث هم ما عندهمش افكار، احنا خلاص شطبنا، احنا مش عارفين احنا كنا بنلعب ازاي ولا بنعمل ايه. حرفيا الفريق بقى بيحاول يسلم الكور للاثنين اجنحه بتوعه اتصرفوا لنا احنا مش عارفين نعمل ايه. يعني فعلا لو اتفرجت على كوت ديفوار فعلا كميه من العشوائيه بعد الهدف الثالث بالذات. احنا بنحاول اي حاجه عشان نحاول ان احنا نرجع في الماتش، نحاول ناخد كورنرات، ودي برده كانت مشكله عندنا ان احنا بنديهم فاولات كتير، بنديهم كورنرات كتير ملهاش اي لازمه، بتديهم الحاجه الوحيده اللي هم قدروا يجيبوا فيك اجوان بسببها النهارده اللي هي الكوره العرضيه. النهارده الناس جونين من كوره عرضيه بس، وده فعلا لان هم اعلى منتخب في البطوله بيلعب عرضيات، احسن منتخب ملوك العرضيات في البطوله. فان انت بتديله سلاحه
او اقوى سلاح عنده انت اللي بتديله بايدك، فدخل فيك جولين. انت الاجوان اللي دخلت فيك مش من اللعب مفتوح، انت قادر انك تقفل صح وتقف وترحل صح وتبدا ان انت تشفت. ولو رامي ربيعه ساب مركزه وبدا يطلع في نص ملعب عشان يقابل وياخد الكره اللي بتتلعب، واصلا رامي ربيعه ما كانش هو الليبرو، كان تقريبا الليبرو النهارده كان حسام عبد المجيد في غالبيه الماتش. رامي ربيعه كان بيطلع يسند كمان مع فتوح في عمليه الضغط على ديالو، فانت كنت واقف صح وبترحل صح ودنيتك مظبوطه وكله تمام التمام. لكن بسبب موضوع العرضيات ده بيخش فيك جون تاني، ويبدا منتخب كوت ديفوار ان هو الدقيقه 76 ويخش فيك جون تاني، فهيبداوا انت عارف ان هم يضغطوا، فيقرر كابتن حسام حسن ان هو يسحب امام عاشور. وانا شايف ان ده كان تبديل ذكي جدا، لان تريزيجيه يمكن لو اداؤه الفني مش احسن حاجه، لو اداؤه على الجون مش احسن حاجه، لو الراجل الهجوميه مش بيقدم الاداء الاحسن يعني ليه، فهو ستيل تريزيجيه في موضوع المجهود الدفاعي هو مميز جدا. الراجل نزل خلاص. امام عاشور عنده مشاكل دفاعيه بسبب الموضوع البدني، لا انت تريزيجيه بقى سيبك من الناحيه اللي قدام دي، احنا مطلوب مننا ان احنا نرجع ورا وندافع، وانت بقى ايه، انا عايزك ورا في كل كوره تقفل لي نص ملعب، ده نتربس نص ملعب بقى. اللعيب بقى اللي انا عايز اتكلم عليه الصراحه غير تريزيجيه وغير صلاح وغير الناس دي كلها هو عمر مرموش. ولو وصلت لحد هنا وما اشتركتش يعني عيب، انزل اشترك، يعني انت فرحان ومبسوط عايز ايه تاني؟ انزل اشترك وحط لايك يا جدع. عمر مرموش النهارده عامل ماتش. عمر مرموش كانت مشكلته الوحيده بالنسبه لي ان الكره ساعات فيها سنه انانيه، يعني فيها مش دايما، يعني هي في كور كتير كنت اتفهم ان هو بيبقى رايح لوحده فاهم في وسط 7-8 فهو اكيد هياخد ويجري ويحاول يتصرف هو، لكن في كوره مثلا في نهايه الشوط الاول انن فيها راحت عليها بمرتده خطيره. الراجل كاداء طول الماتش هو بياخد الكوره، الوحيد اللي بياخد الكوره ويخش في وسط 3 ما عندوش مشكله، انا هرقص وعدي، فهات يا عم، هات يا عم كده الكوره ويخش في قلب المدافعين، يلا يا رجاله بقى اللي يعرف يجيبني دي كوره وقعوني. غير كده كان بيرجع يقطع ورا، يعني كان بيرجع كمان مع امام عاشور يسند في الحاله الدفاعيه في نص الملعب عشان تبقى انت مقفل على كوت ديفوار كل نواحيها. لا انت لا قادرين يقدموا الباكات بتوعهم سواء كونان او سواء دوي اللي كان بيتقدم عشان يحاول ان هو يعمل فرق قدام، كان بيلاقي مرموش والله مرحل وراجع معاه عشان يقفل الحته دي خالص. اداء مميز واداء غير متوقع. مفيش اي حد كان يتوقع ان انت تعمل ماتش زي ده. ليتس بي فير، انت ما حدش كان يتخيل ان ممكن مصر تنزل بالاداء التكتيكي المنظم قوي ده قدام فريق كوت ديفوار. حرفيا اداء تاريخي. وهو بص، احنا بنعرف نلعب الماتشات دي، وقلت لك الفيديو اللي فات، قلت لك انا الفيديو اللي فات، قلت لك يا باشا احنا مصر يعني. يا باشا احنا مصر اقسم بالله. فاهم؟ اللي مش عاجبه مش عاجبه، فاهم؟ ولا لعيبه بقى، ولا تقول لي ديالو مانشستر، ولا تقول لي ما تقوليش مصر. الانتخابات دي كلها هلافيت، كلكم هلافيت بالنسبه كلكم. السنغال بس نعدي منها ان شاء الله، بس ربنا يستر ونعدي يعني. وبيقدر كابتن حسام حسن باداء تاريخي، واللي هنختم بيه النهارده هو شكر الكابتن حسام حسن، الراجل اللي بيتحدى كل الصعوبات، الراجل بيتحدى كل الظروف. الراجل يمكن كان بيتقال له كتير انت ما عندكش فكره وانت مش مورينا، وانت كابتن حسام عنده وعيوب في الحالات ان احنا اللي نبقى المنتخب اللي المطلوب منه انه يبقى دومينانت في الماتش ده موجود، ان انت تبقى مطلوب ان انت تبقى مسيطر وتبادل بالهجوم وان انت اللي تمسك كوره. عندنا عيوب، بس انت عندك عيوب ده مش بسببه، هو ده مش بسبب ان هو مدرب وحش في الحته دي، لا انت عندك عيوب من زمان، من ايام كيروش وكوبر الاثنين اللي فهموا احنا ايه وتاسيسنا ودنيتنا وقدروا يتعاملوا على الاساس ده. فالراجل بيتعامل بواقعيه، راجل براجماتي بحت، عارف هو بيتعامل ازاي. انا دي بتتعمل كده هعملها كده، دي بتتحط هنا هحطها هنا. انا في ماتش صعب عارف ازاي اقفل صح الاول، وبعدها افكر في الحاله الهجوميه انا هيبقى شكلي عامل ازاي، عشان يقدر المنتخب المصري انه يقصي منتخب الكوت ديفواري او الفيله او ايا كان اسمهم، ويصعد الى نص نهائي افريقيا لملاقاه السنغال، اللي بالنسبه لي هي اقل من كوت ديفوار كمنتخب. انا شايف ان اداء السنغال في البطوله لحد دلوقتي لا، كوت ديفوار كان مقدم عروض احسن، وانت قدام السنغال بس محتاجين بس الحته النفسيه نحسنها قدامهم، وان شاء الله نقدر نعدي ونوصل فاينل وربنا يكرم بقى. بس لو وصلت لحد هنا يعني زي ما قلت لك احنا كسبانين وكله فرحان، ما تبخلش يا راجل لايك واشتراك، فاهم؟ خليك جدع يعني ايه الناس لبعضيها. وسلام عليكم.